السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي يا حلوين. النهارده نتعرف على حرف جديد، ده اسمه حرف الثاء. انت يا ثاء صوتك ايه؟ انا ليا 3 اصوات. لما بيبقى فوقي فتحة بيبقى صوتي ثاء، لما بيبقى فوقي فتحة بيبقى صوتي ثاء، ولما بيبقى تحتي كسرة بيبقى صوتي في، ولما بيبقى تحتي كسرة بيبقى صوتي في، ولما بيبقى عليا ضمة بيبقى صوتي ثو، ولما بيبقى عليا ضمة بيبقى صوتي ثو. يبقى حرف الثاء صاحبنا ليه 3 أصوات: ثاء، في، ثو. طيب انت يا حرف الثاء بتتكتب ازاي؟ انا بتكتب كده، سن صغيرة فوق السطر بمشي بيها على السطر، وبطلع تاني بسنة صغيرة وفوقي 3 نقاط. وانا من الحروف اللي ليها ايدين، بمسك في الحروف اللي قبلي وبمسك في الحروف اللي بعدي، ولما باجي اول الكلام بتكتب كده، ولما بكون في نص الكلام بتكتب كده، ولما باجي آخر الكلام ببقى بالشكل ده. وأنا من الحروف اللثوية، يعني لما تقولوني لازم تطلعوا طرف لسانكم كده، ثاء. يلا يا أصحابي ندور على أشياء بحرف الثاء. ثاء، ثاء، ثعلب. ثاء، ثاء، ثعبان. ثاء، ثاء، ثور. وبكده نكون خلصنا حرف الثاء. مع السلامة.